مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا عبر التردد 103.5، أيضا للي عم يشاهدونا على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك في الدنيا. رح كون أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون. ضيفي بالاستديو دكتور جوان حسن تمو، اختصاصي بأمراض اللثة وجراحتها وزراعة الأسنان. رح نحكي اليوم هيك عن محاور جديدة ومهمة. دائما العالم الطب بجميع اختصاصاته على قدم وساق في التطور. رح نحكي عن آخر المستجدات بمجال زراعة الأسنان. كثير من المحاور رح نناقشها. إذا حابين تنضموا لنا وتأغنوا لقائنا فيكم تتصلوا بالرقم الأرضي 429 101. أيضا على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي عبر كومنت فيكم تشاركونا مع رسالة عبر الواتساب 093 82 80 81 4. اسمحوا لي رحب بضيفنا دكتور جوان حسن تمو. يسعد مساك دكتور. أهلين مساء النور. هلا أستاذ عماد. وبنقول لك الحمد لله على السلامة دكتور الله أيضا، يسلمك. تسلم. بخصوص سفرك ورجعتك على بلدك. مستمعينا، مثل ما ذكرنا أنه فيكم تأغنوا لقائنا وتشاركونا. رح نبدأ هيك اليوم كمدخل لموضوعنا. أنه دكتور، سؤال هيك خطر على بالي، رح هيك نفتح لقائنا بهالسؤال. كونه منذ فترة كنتم مسافرين بدولة ألمانيا وبزيارة أو بصدد عمل ما، شو الفوارق اللي يعني كانت بين عياداتنا وعيادات الأطباء أو أطباء السنية اللي هنيك، لو تحكي لنا عنها. تمام. يعني هلا بالأول رح نشكركم على هالاستضافة. إذاعة بوير يعني ما في داعي نحكي عنها. شكرا دكتور. هلا بالنسبة للفوارق، في فوارق كبيرة صراحة. نعم. هلا ما رح نحكي إن يعني طب الأسنان هو قسمين. أها. تمام. قسم هو يتعلق بالطبيب نفسه، وقسم يتعلق بالمعدات الموجودة أو سيستم العمل تماما. ضمن العيادة. هلا كأطباء، يعني لاحظت أنا هونيك يعني زرت كذا مركز بيشتغلوا فيه أطباء سوريين، سواء من المنطقة من عنا أو أطباء من مثلا بالمحافظات التانية. شفت أطباء من غير دول الدول الشرق الأوسط يعني. نعم. لاحظت أنه الأطباء السوريين هن الأفضل أيوة. والأكثر جودة من ناحية العمل ومهارة اليد يعني. تماما. يعني نسبة كبيرة من الأطباء الأسنان السوريين اللي طلعوا من هون تمكنوا من تعديل الشهادات بمدة زمنية ما كتير كبيرة يعني. تعرف أنت القوانين بألمانيا قوانين صارمة جدا صارمة. نعم. من ناحية تعديل الشهادات. فتمكنوا من التعديل رغم صعوبة اللغة، رغم صعوبة القوانين الموجودة، صعوبة سيستم العمل. نعم. هونيك من ناحية السيستم العمل أفضل من عندنا صراحة. أيوة. يعني نحن كأطباء بشكل عام أطباء أفضل من الأطباء الموجودين هونيك، نعم. بس كسيستم عمل عندهم أفضل. على أفضل من أي نواحي. طب الأسنان مهم جدا موضوع المواعيد فيه. يعني نعم. أنا طبعا نحن قدر الإمكان هون يعني كنظام عمل عندي كشكل شخصي صح. أنا يعني مسيطر عليه، بس لكن نحن بنحكي بالمجمل العام يعني. كنسبة أكبر من الأطباء أغلب العيادات للأسف يعني ما فيها نظام مواعيد، أو الطبيب هو بده نظام مواعيد ولكن غير قادر على السيطرة على هذا نعم. الشيء. فعندهم هونيك كان في نظام مواعيد، أنت ما فيك تفوت على طبيب هيك بشكل عشوائي. يعني أنت بتاخد موعد قبل بشهرين أو ثلاث أشهر لحتى يجيك الدور يعني. بتفوت لعند الطبيب لما يكون يعني بيشتغل 6 مرضى باليوم أو 7 مرضى باليوم، مو مثل الطبيب اللي بده يشتغل ل50 مريض. صح. يعني أنا فيني شخص الحالة لما يكون معي وقت إني أشرح للمريض نص ساعة، مو مثل لما يكون معي وقت تماما. دقيقتين أشرح للمريض. تعطي المريض حقه يعني تصور أستاذ عماد، أنا أحيانا مثلا بيجيني مريض عمله ما بياخد كوقت بالعيادة 15 دقيقة، تماما. أحيانا بشرح 45 دقيقة لحتى اشتغل ال 15 دقيقة. السبب انه انت لما بتشرح للمريض بصير عندك اسهل. اولا انت بتعطيه ثقافة طبية. تماما. تمام. وهذا المريض ما عاد يزعجك بعدين بعد تماما. ما تسوي العلاجات، لانه انت بتحطه بالصورة الكاملة. هو بصير هو بيفهم شو الوضع الموجود عنده. تماما. وبالنهاية ما عاد ضل في شيء مخفي هلا بالعلم يعني. مهم. كله موجود على الانترنت. يعني انا لاحظت يعني انه هونيك بس هي النقطة هني افضل صراحة يعني. نعم. تقنيات اغلب الاجهزة الموجودة بالمانيا يعني هي اجهزة يعني حديثة ومتطورة.
يعني قسم كبير منها صار هلا متوفر عنا الحمد لله. انا عندي بالعياده المعدات اغلبها يعني من اول ما فتحنا العياده المعدات حديثه جدا، وعم نطور يعني كل تمام، اربع خمس موازية نوعا سنين ما إلى. 4 سنين او 5 سنين نحن بنسوي يعني تغيير لكامل الاجهزه الموجوده بالعياده بموديلات جديده يعني. أكيد. يعني عم نحاول قدر الامكان نكون مواكبين للتطور، خاصه انه بتعرف انت ظروف المنطقه، فعم نحاول انه مهم. نكون ننسق ما بين انه التطور الموجود خارج البلد مهم. والموجود عندنا مع شوية صعوبات إن شاء الله، يعني نضل أكيد. دائم على هذا ان شاء الموضوع. الله، ان شاء الله. طب نوقف على هالنقطة هاي، باعتبارنا إيه كنا يعني هيك عم نحكي عن هالنقطة هاي، انه باخر مقابلة لكم دكتور، اكثر من سنة استضفناكم فيها على مستوى المحافظة، يعني حديثنا كانت النقطة الأخيرة هي موضوع تطور المنطقة. ونحن دائما المرضى بيشكوا من الأطباء اللي ما عم يواكبوا التحديثات والآخر المستجدات، وما بيحضروا مؤتمرات بحكم الظروف الحالية اللي عم نعيشها. لكن كنظرة لكم دكتور على واقع أو مستجدات أو تغييرات طب الأسنان بالمنطقة. تمام أستاذ عماد. هلا أنا آخر مقابلة على إذاعتكم الكريمة كانت، أنا كنت وقتها يمكن كنت راجع من دبي، كان في تماما. مؤتمر إيديك، مم. معرض إيديك، لهذا معرض عالمي. بوقتها أنا ذكرت بالمقابلة إنه في نحن عندنا نقص للجهاز السي بي سي تي، هو جهاز التصوير الطبقي المحوري للأسنان. سي بي سي تي. سي بي سي تي هذا الجهاز ما كان متوفر عندنا بالمحافظة، مم. ووقتها طالبت بشكل شخصي انه يا ريت يا اطباء الاشعه الموجودين عندنا او المشافي او من يديرون مركز معين، المنطقه نعم. انه يا اخي جيبوا هالجهاز. صدقا هذا جهاز خدمي، هو جهاز على فكره كناحيه تجاريه ما نو مربح للطبيب، نعم. ما نو مربح، ولكن هو خدمي. فالحمد لله انا هلا بشرك انه في 3 اجهزه من هدول موجودين عندنا بالمحافظه. جميل جدا. إيه. يعني في واحد منهم موجود عند طبيب أشعة معروف بالمدينة، جهاز حديث جدا، موديل 2023، سنة، حتى شهر التصنيع يمكن ببداية الشهر السابع، يعني ما صار له الجهاز أقل من سنة تصنيعه. طبعا تمام. جهاز الأشعة لما تكون مدة التصنيع قليلة كتير مهمة. آه، وظيفة الجهاز هذا يا هذا دكتور إذا حدا بيعطيني سألها؟ بيعطيني أنا مثلا، أنا بدي أجي أزرع لمريض، نعم. او عم بدي اسحب عصب لسن مريض، او انا عم بشتغل صار عندي كسر بأداة ضمن سن المريض، نعم. صار عندي كسر بالفك حادث. أيضا. كل هاي الامور هاي كنا عم نشتغل اعتمادا على الصورة البسيطة. الصورة البسيطة هي بصورة بتعطيني بعدين، مم. يعني بتعطيني الطول، نعم. هو هذا مع الاهم. السماكة تمام، والعرضان. بدون السماكات. اها. السي بي سي تي بيعطيني مقاطع، حلو. بيعطيني الطول والعرض والسماكة والكثافة العظمية. يعني انت بدك تيجي تشتغل فرضا عملية زرع، كنا نعتمد على البانوراما، بنفتح شق جراحي ونفوت على بالعيان. العملية نعم. وعلى العين نشوف يعني، وانت وخبرتك. صح. تمام. احيانا كانت تطلع معنا شغلات يعني كنا تتفاجأ فيها. نتفاجأ فيها، نعم. فما كنا حاسبين حسابنا. مثلا طلع معي مثلا كيس كتير كيس كتير كبير، انا كبير. حاطط انه هذا الكيس 1 سنتي، مهم. مجهز له فرضا 2 غرام عظم، حلو. يطلع عندي الكيس 3 سنتي وال2 سنتي مخفي جوا صح. بالعرض جاي، ما عم يبين معي، فماني حاسب حسابي بالطعم العظمي، او على الاقل عندي طعم عظمي بس ماني شارح التكاليف للمريض. صح. المريض بيصير ضمن العمليه بتقول له انه مثلا التكلفه، لنفترض انه $100 صارت التكلفه $300، المريض بيحس كانك عم تستغله. نعم. فكنا نحن في اطباء وانا واحد منهم، في كذا زميل صار معهم صدف انه نحن اضطرينا نخسر من جيبنا للأسف يعني. كرمال انه ما ندخل بموقف محرج مع المريض. صح. تمام. ف يعني هذا الجهاز بيغنيك عن هذا الشيء، بيعطيك قبل العمل الجراحي تماما شو بدك تشتغل تماما، نعم. بيعطيك كثافة العظم، صح. ما في داعي تسوي تحليل، بيعطيك كثافة عظمية، بيعطيك طول العظم، بيعطيك عرض العظم، بيعطيك وين في عنا عيوب عظمية. تمام. تمام. بيعطيك شو قطر الزرعة اللي انت متوقع تحتاجه، يعطيك حلو البعد كتير. عن العصب، البعد عن الجيب الفكي، البعد عن الثقوب العصبية الموجودة يعني بيختصر لك مشاكل كتير صح. كبيرة. وصورة صراحة يعني بالنسبة للسعر اللي عم ياخذوه المراكز، يعني سعر متواضع جدا يعني. مهم. يعني صراحة هلا اللي بكردستان أنا بهوليد كنت موجود، يعني عم ياخذوا بحدود $50 مهم. على الصورة. هون السعر
لا يقارن. زهيد يعني زهيد جدا جدا بالنسبة يعني. لهم. والاطباء يعني اللي جايبينه يعني صراحه انا دائما اقول لهم الله يعطيكم العافيه. صح. المراكز الثلاثه اللي جايبينه يعني الثلاثه جايبينه خدمي صراحه، ما انه صح. جايبينه صح. للفائده الماديه، لانه الجهاز غالي ولكن الصوره عم تنعطى بسعر كتير رخيص يعني. حلو كتير. رح ذكر مستمعينا الذي عم يسمعونا فيكم تأغنوا لقائنا أي استفسار بما يخص مجال اللثة، زراعة الأسنان. اليوم هيك رح نحكي عن كتير محاور مهمة. نتمنى أنه تشاركونا بآرائكم بأسئلتكم. أيضا تشاركوا رابط الحلقة لحتى أصدقائكم يستفيدوا من هالمعلومات القيمة من قبل الدكتور جوان حسن، تم اختصاصي بأمراض اللثة وجراحتها وزراعة الأسنان. دكتور، موضوع زراعة الأسنان يعني مؤخرا صار كتير متداول. انه كتير ناس حتى باوروبا عم يزوروا البلد لحتى يزرعوا الاسنان. يا ترى هل اصبحت شائعة موضوع زراعة الاسنان هون عندنا بالمنطقة؟ بشكل عام نعم. مم. نعم يعني زراعه الاسنان يعني سابقا كنا كأخصائيين فقط نشتغل، يعني كنا 3-4 أطباء أخصائيين عم نشتغل زراعة الأسنان، نعم. ولا نزال عم نشتغل الحالات المعقدة. يعني تماما. صراحة يعني أنا أغلب الأطباء الزملاء اللي عم يتعاونوا معي يعني بتجيهم حالات معقدة بزراعة الأسنان بيحولوها لعنا على العيادة. يتجنبوها إيه، نوعا ما. ولكن الحالات البسيطة مم. ممكن الطبيب العام يشتغلها. طبعا سابقا ما كان في مجال، لأنه صح. الطبيب ما كان مثلا بالجامعة أيام الدراسة ما كان في مثلا، خاصة للطبيب اللي متخرج من 15 أو 20 سنة، موضوع زراعة الأسنان كان موضوع كتير يعني قليل جدا يعني. صح. فكان في عنده صعوبة إنه موضوع زراعة الأسنان. هلا صار في دورات تدريبية يعني، ونحن عندنا بالمحافظة صار عندنا يعني خلال آخر 3-4 سنوات يمكن أكثر من 5-6 ورشات تدريبية. أطباء عم ينزلوا من دمشق، من حلب، نعم. أساتذة جامعة كبار ومعروفين يعني على جميل. مستوى سوريا بيعطوا. هلا يعني بالوقت الحالي هلا عم نستضيف في 4 أساتذة جامعة كبار مهم. موجودين حاليا هلا بالقامشلي. حلو كتير. امبارح وصلوا، وبكره رح تبلش دورة تدريبية جميل. لشركة زرع، ما أنا حابين نذكر اسمها مشان هاي موضوع تمام. الدعائي، نعم. ولكن أحد زملائنا هو أخذ الوكالة وعم يروج لزرعة مرتبة ومحترمة، وفي دورة تدريبية 4 أساتذة حلو. كبار جايين يعني. جميل جدا. فيعني لما بيجيك أستاذ أنت بتستفيد من خبراته. يعني نحن تماما. هلا بعد اللقاءات في عنا قاعدة معهم. حلو. ف يعني انت بتقعد مع الاستاذ بيشرح لك، بتجيك حاله صعبه ممكن تستشيره. معقدة حالي كذا. يعني قد ما نحن العلم ما فيه حدا انه يقول انا خاتم وصلت العلم، له. ما في صح. ختم للعلم. دائما انت بحاجه لتستشير. يعني الزراعه عندنا تطورت من وراء هذا الموضوع. يعني صار في عندنا كتير دورات تدريبيه على مستوى زراعه الاسنان، على مستوى تجميل الاسنان، مهم. على مستوى مثلا قراءة صوت الأشعة. يعني المركز بأحد هالمراكز اللي جاب الجهاز CBCT سوى دورة تدريبية ل70-80 طبيب لقراءة صوت الأشعة. أنت صوت الأشعة إذا ما فيك تقراها ما فيك مهم جدا. تبعت المريض للمركز وتستفيد من الجهاز الموجود. فسوى دورة تدريبية. هاي الأمور هي بتساعد الطبيب يطور حاله، تماما. بنفس الوقت يتطور عمله. بس صح. تطور العمل يعني هالشي بيروج للموضوع. يعني سابقا العالم كانت تخاف من موضوع الزرع، انه الزرع ممكن تسوي سرطانات، ممكن تسوي هذا الموضوع كان حكي اشاعات وإشاعات وحكي شارع يعني مخاوف. نعم. صراحة. فهل هذا الشيء صار نادر جدا؟ يعني نادر لما يجيك مريض يقول لك والله دكتور صحيح الزرع بيسوي سرطانات. كنا سابقا قبل 10 عاني. سنوات نعاني من هالسؤال، نعم. وبقى بدك تثبت للمريض انه ما في شيء. هذا الحكي عكس ما الشيء هذا تماما. هلا هذا السؤال صار نادر جدا. هلا بيجيك المريض بيسألك سؤال انت بتعرف مسبقا انه هذا المريض قاري عن الزرع، تماما. لانه عم يسألك اسئله. هي عن الاسئله دراية. بتنسأل من اطباء، صح. بتنسأل من اطباء. هي الاسئله بيجيك بيسألك عن نوع الزرعه، حلو. شو مادة الزرعه، تماما. سطح الزرعه معالج بالليزر او لا. عديتوا مرحلة كتير شوط كتير كويس. هالشي ريحنا تماما. صراحة. يعني أنا بدي أجي أشرح لمريض إنه ليش هي زرعة غالية، ليش هي زرعة رخيصة. نعم. بدي أجي أشرح له ساعة كاملة. هلا ريحني نعم. خلاص. بيعرف إنه هي زرعة فرضنا سطحها معالج بالليزر، نعم. هي سطحها ما أنا معالج بالليزر، هي حلزاناتها مثلا واسعة، هي ما أنا نعم. واسعة. نعم. خلاص ما عاد في داعي أشرح له، هو أخذ فكرة مسبقا يعني. صح. تماما.
فأنا بظن إنه زراعة الأسنان صارت عمل روتيني عندنا بالقامشلي يعني، أو على مستوى المحافظة صارت عمل روتيني. وبس بالنهاية يعني في أمور الطبيب العام ما فينه يتجاوزها صراحة، بده يضل يشتغل بمستوى الدورات اللي هو اخذها. اخذها يعني اكيد. اغلب الدورات اللي صارت عندنا هي دورات للمبتدئين صراحة بمجال الزرع. الحالات الوسط والمعقدة يفضل انه تتحول للاخصائي. اخصائي تمام. دكتور في كم سؤال على البث المباشر لحتى المشاهدين يصير في تفاعل اكثر هن كمان ما يقولوا انه والله مأهملين اسئلتنا. رح نقرا اسئلتكم. الاخ ارمين يقول مساء الخير جميعا، عفوا دكتور، هل علاج هبوط اللثة الشديد لدى مريض السكري هي فقط عملية جراحية أم هناك بدائل أخرى للمعالجة؟ هلا نحن هو عم يحكي انه ذاكر لك هبوط اللثه هو انحسار اللثه، يعني القصد هو تراجع يعني التراجع اللثوي، نحن بنسميه جنجيفا ريسيشن. تمام. التراجع اللثوي حسب المرحله، يعني هو باي مرحله. نحن ما رح نربطه بموضوع السكر، يعني هو التراجع بيصير كذا سبب. السكر هو عباره عن عامل بيزيد موضوع التراجع، مؤهب يعني، عامل مؤهب وداعم للتراجع. تماما. السبب الرئيسي للتراجع هو انه ممكن يكون في عنده التهاب لثوي بدائي، هذا الالتهاب ناتج عن اللويحة الجرثومية. نعم. اجى السكر صار في تغيرات فموية نتيجة السكر، مستوى البي اتش باللعاب تغير، صار في عنده مناعة الجسم ضعفت، تراكم التكلس، صار في التهاب بسيط، التهاب متوسط، التهاب لثي شديد، نزل على العظم، صار في امتصاص بمستوى العظم، تراجع باللثة. التراجع هذا بأي مرحلة انت بتاخذ القرار. كانت التراجع الموجود تراجع بسيط اقل من، يعني نحن لما يصير تراجع لازم يكون اكثر من 3 ملي من اللثة. التراجع مترافق مع جيوب لثوية او لا، الجيوب لثوية كانت عميقة أكثر من 5 ملي، هذا علاجه جراحي حصرا. تمام. أقل من 5 ملي ممكن تسوي أنت تجريف للثة، وبعدين بتشوف بقى حسب الحالة. يعني في حالات أنه ممكن تكون جراحة بسيطة أنه شريحة مزاحة، حالات تكون يعني تراجع كبير ممكن أنت تحط طعوم لثوية مع طعوم عظمية، صفائح، في عنا أغشية. يعني صراحة الموضوع التراجع موضوع معقد. ولكن السكر مو انه يعني هلا العالم دائما عم تربط موضوع تراجع اللثه والالتهابات يعني بالسكر وبالضغط. اخي السبب الرئيسي باي مرض فموي سواء كان باللثه او بنخور الاسنان او بمستوى داخل الفم، السبب الرئيسي هو اللويحه الجرثوميه، يعني الاهمال. تمام. باختصار ما كان في اهمال، بيصير في عندك الجينات تبعك مهيئة صح للنخور، مهيئة لتراجع لثوي، ترافق مع الإهمال ازداد. كان في عندك إهمال والجينات تبعك غير مهيئة أنه يصير عندك تراجع لثوي، ممكن ما يصير عندك تراجع لثوي حتى مع الإهمال. ها ترى شوف هلا في عالم يقولوا أنه جدي والله صار عمره 80 سنة وما وقع له سن، صح، وكان وبحياته ما فرش أسنان. تمام. هلا الجينات لها دور كتير مهم، الجينات لها دور مهم، ولكن العوامل المحيطة كمان بتساعد. صح. فانتبه أخي، إذا جيناتك مهيئة للتراجع اللثوي، أيوة، إذا اهتميت ممكن يصير عندك تراجع، فلا تهمل لحتى تخسر كل شيء. تماما. فالأخ عم يسأل أنه موضوع أنه جراحية ولا لا، في طرق غير جراحية، ولكن نحن لازم نفحص لنعرف. تمام. يعني بدون يعني حسب المرحلة. أكيد. أيضا سؤال ثاني رح نجاوب عليه ونرجع لمحاورنا المهمة مشان المستمعين كمان يتفاعلوا أكثر. ما بعرف إذا هن بعد الكنية هي يوسف، إذا هو شاب أو بنت. رح نقرأ سؤال. مساء الخير دكتور، بنتي عمرها 9 سنين وعندها سن جديد طلع، وبعد فترة هلا صار يوجع بيصير بعمر سحب العصب والحشو، قرينا مثل ما هو موجود. وسؤال تاني، بعمر 9 سنين بينحط تقويم، وشو هو السبب انه اكل شيء اسنان طلعوا عند بنتي بعمر 9 صار مسوسين، هلا هو نقص فيتامين؟ يعني المهم هذا الحكي اللي كان موجود حسب ما كان موجود. بظن الفكرة صارت نوعا ما واضحة للدكتور. هلا نعم. نحن لاحظنا بالسنوات الأخيرة صراحة في تأخر ببزوغ الأسنان وتأخر بتساقط الأسنان عند الأطفال، يعني على مستوى سوريا بشكل عام. نعم. السبب انه على الاغلب تغيير النظام الغذائي للطفل ممكن. نعم. على الاغلب، يعني طبعا ما في اثباتات علميه لانه ما في دراسات محكمه، يعني نحن عم نحكي بشكل عام على حسب الشيء اللي عم نلاحظه خلال هالسنوات الخبره اللي عندنا بالعياده.
ترى الموضوع عدم وجود نظام صحي ثابت، الظروف المحيطة، الظروف الجوية، التلوث، هاي الأمور هاي كلها لها علاقة بمناعة الطفل، لها علاقة بنمو الطفل. هذا له بقى، كل هدول لها تأثيرات على الجسم ومن ضمنها الأسنان يعني. نعم. فأنا بتصور تأخر بزوغ الأسنان بالسنوات الأخيرة شيء عادي جدا، يعني بعمر 9 سنوات إنه لحتى طلعوا أسنانه أو طلعوا في نخور بالأسنان لازم نفحص لأعرف. يعني ممكن يكون في نخر عادي مهم. إنه طلع السن وصار في نخر نتيجة الإهمال، نعم. أو طلع السن وصار في نخر سريع نتيجة نحن شيء نسميه سوء تصنع مينائي. وهذا الشيء له علاقة بالمورثات، يعني تمام. بمورثات الطفل. سوء تصنع مينائي انه بتكون طبقة الميناء الموجودة على السن نعم. هي مسبقا جينيا تصنعها سيء، نعم. يعني بتكون طرية فبيصير في نخر سريع بالسن. تمام. قابلية للنخر هذا. قابلية للنخر بتزداد. إلا حلول يعني هي لازم نحن نشوفها لحتى نعرف يعني. أكيد. طبعا ونحن وقتها ممكن نحول لأخصائي طب أسنان أطفال. حلو. أنا كطبيب ما بشتغل أطفال. صراحة علاج عصب ما بشتغل، أو مثلا أطفال ما بشتغل. نحن بنحول لأخصائيين يعني، حلو كتير. لأنه العلم تطور يعني، ونحن لازم نكون مواكبين يعني. وأخي طب الأسنان ما تشتغل كل شيء، صح. في كل طبيب له عمل معين بتشتغل ضمن مجالك يعني. متعدي على المصلحة بس يعني على طبعا الاختصاص يعني هذا الافضل يعني، نعم. لمصلحه المريض ولمصلحه الطبيب. طبيب. الاريح انه كل واحد يشتغل بمجاله. هلا السؤال انه سحب عصب بعمر 9 سنوات، ايه ممكن يصير سحب عصب بعمر 9 سنوات، ولكن شو الطريقه اللي رح يتعالج فيها؟ السحب العصب بعمر 9 سنوات اذا كانت صوره الاشعاعات رح تكون موجوده، نصور اشعه. اذا كان ذروه السن يعني الجذر، اذا الذروه كانت مسكره، مهم. مسكرة، وقتها بتنحط حشوة عصب عادية مثل أي بالغ. تمام. تمام. إذا كانت الذروة مفتوحة ما فيني يحط حشوة عصب نظامية، بيحط نحن حشوة بنسميها ماءات الكالسيوم. ماءات الكالسيوم هي محرضة لنمو الجذر وانغلاق الذروة. نعم. هاي الحشوة ممكن تتغير كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر لحتى تتسكر الذروة بشكل كامل ويصير في نمو للجذر بشكل كامل. بعدين وقتها ممكن تنحط حشوة دائمة. هلا الشق الأخير إنه 9 سنوات ينحط تقويم، أنا صراحة ماني إخصائي تقويم لأقدر نعم. أجاوب على هذا السؤال، ولكن حسب خبرتي المتواضعة في مجال التقويم ب9 سنوات إذا كان في تقدم للفك أو تراجع للفك ممكن إنه يتعالج بهالمرحلة العمرية. ولكن أغلب حالات موضوع التقويم الثابت ممكن إنه هذا بيتعالج بعد تساقط الأسنان اللبنية وبزوغ الأرحاء أكيد. الأولى. ولكن مو غلط انه يتابعوا عن طبيب تقويم، لانه احيانا بيضطروا يقلعوا سن لبني ليوسعوا المسافة، يحطوا حافظة مسافة في كابح للفك، لجام للفك. يعني في هاي الامور هاي كلها لازم تنحل. في احيانا بنضطر نقطع لجام شفة، نعم. نقطعه لجام لساني ينقطع. يعني هي الامور على الفحص تبين معنا. بس بشكل عام بعمر 9 سنوات يعني موضوع التقويم نادر فيه يعني. تماما. بنوجه تحية لجميع اللي عم يسمعونا عبر التردد 103.5، أيضا للي عم يشاهدونا ويتفاعلوا معنا وبأسئلتكم. نحن طبعا بتأغنوا لقائنا وأي سؤال بيخطر على بالكم معنا مجال نجيب على أسئلتكم. طبعا دكتور جوان حسن تمو بالاستديو للي عم يسمعنا هلا عبر الموجة 103.5 برنامج صحتك بالدنيا. للي عم يشاهدونا على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي، فيكن تشاركونا بآرائكم وأسئلتكم عبر بوير عربي. ومثل ما ذكرنا الأخ نيجار أو الأخت نيجار عم تتشكرنا، شكرا لك أيضا. نتمنى أنه استفدتي من الأجوبة سواء كنت شاب أو بنت. دكتور هلا بدنا نرجع لموضوع زراعة الأسنان. يا ترى كل مريض فقد سنه يجب أن يتم زرع أسنان له أو سن؟ تمام، هذا سؤال كتير مهم أستاذ عماد. هلا الزراعة هي نشأت للمحافظة على الأسنان الطبيعية. تمام. الأسنان المجاورة، يعني صار عندك قلع للسن، لنفترض أنه صار عندك قلع للضاحك الثاني نعم. على سبيل المثال. قلعنا الضاحك الثاني، عندنا الضاحك الأول والرحى الأولى سليمات ما فيهن شيء نهائيا. طبقة الميناء فيها سليمة، محاور السن سليمة، عمر الشخص صغير، العظم عنده جيد. انت اذا بدك تسوي جسر بدك تضطر تبرد من سنين. يعني انت عمليا حطيت يعني بردت سنين طبيعيين ما فيهم شيء كرمال انه تعوض سن واحد. سن واحد. تمام. الزراعة نشأت من هون، انه انت بدك تحط برغي بالعظم. نحن عم نحكي بمصطلحات مو علمية 100% نعم. مشان انه تكون المستمع مفهومة يستفيد. يعني. نعم. إيه.
تحط برغي بالعظم كرمال تحافظ على الأسنان المجاورة. بهالحالة أنت هي الحالة استطباب زراعة أسنان. إجاك مريض عنده الصحة الفموية مهملة، صح. عنده فقط 3-4 أسنان وعنده الأسنان المجاورة كلها نخور وواصل العصب ومشاكل، هذا المريض الزراعة نفسها مضاد استطباب له. صح. أنت بدك هون بهالحالة بدك تضطر انه يفضل انه تعالج له اعصاب الاسنان وترمم الاسنان وتحسن له الصحه الفميه وتركب له جسور افضل له بهيك حالات. طبعا اذا كانت الاسنان قابله للعلاج. هلا في احيانا مثلا بيجيك مريض عنده الرحه الاولى والرحه الثانيه مقلوعات، نعم. هون ما فيك تركب جسر جبالي، بدك تحط زرع جبالي. تمام. فنحن الموضوع الزراعه مرتبط بالحاله. صح. المريض شو له يعني شو متطلبات المريض، شو بده. تماما. يعني طب الأسنان هو شقين، شق تجميلي وشق وظيفي. صح. الشخص هاد جاي لعندك مشان أي شق. تماما. أنت ما لازم تركز على شق واحد فقط، طبعا أنت لازم تشتغل بالشقين. صح. الطبيب الناجح والزراعة الناجحة لما تكون الشقين متوافقين، يعني أنت محقق الناحية الوظيفية والناحية الجمالية. تمام. أكيد. فليس كل حالة فيها قلع سن هي حالة للزرع. إذا لكل سن قاعدة، ولكل يعني لكل حالة شرط معين، تمام. شروط معينة. تمام. حلو كتير. بظن إنه توضحت الفكرة للمستمعين. بنوجه تحية للدكتور صخر عليكا. عم يوجه سلام لكم دكتور، بالتوفيق للطبيب المجتهد والخلوق. تحياتنا وسلاماتنا تحياتنا للدكتور صخر. نحن نكون مسرورين جدا لما الأطباء أيضا نفسهم هن عم يشاركونا سواء بسلاماتهم سواء بأسئلتهم. والبرنامجنا هو طبعا برنامج مفتوح، والاستوديو هو بيت لكل طبيب حابب عبر منبر بوير يعطي أي معلومة وأي مستجدات بعالم الطب بكافة الاختصاصات. بنتشكركم جميعا، وهن أطباءنا على للأمانة ما عم يقصروا بهالموضوع هذا. دكتور، إنه شو اللي لازم يتحقق انه مثلا انه هالسن هذا من المفروض انه يكون ناجح؟ يعني ما بعرف اذا السؤال كان ماذا يجب ان يحقق السن حتى نقول انه هالسن هذا ناجح، السن المزروع. نعم. هلا مثل ما قلت لك استاذ عماد، الناحيه الجماليه والناحيه الوظيفيه، وهذا المريض هو جاي الرغبه شو يعني المقاييس تغيرت بالسنوات الاخيره. سابقا يعني بدي احكي لك من 20 سنه بيجونا مرضى، مثلا شخص عمره 60-70 سنه كنا عم نشوف حشوه املجم، يعني حشوه سوداء. نعم. موجوده على سن امامي للاسف. فليش طبيب ليش وقتها كان فينه يحط هاي الحشوه؟ انه هلا ما فيني احط هاي الحشوه اساسا. هاي الحشوه ما أنا موجوده عندي بالعياده وملغيه عند اغلب الاطباء. بس انه ليش وقتها المريض ما كان يحكي انه عادي؟ انه المريض وقتها كان عم يجي المتطلب الرئيسي له ايقاف الالم. هو جاي متألم، الوظيفه مثلا جاي ما عنده اي متطلبات تجميليه. المتطلبات التجميليه ما أنا موجوده. صح. فالطبيب كان بسهوله بيحط حشوه املجم لسن امامي. للاسف. هلا بيجيك لو نوضحها للمستمعين يعني يعني السن اللي كان شلون، يعني لو يعني بمصطلح عامي اكثر دكتور، المصطلح هذا لحتى المستمعين يستفيدوا. يعني السن اللي بيكون فضة، السن اللي كان تماما يعني هلا حديد، يعني كروم. يعني انت اغلب الاشخاص الكبار والعمر كان يحطوا اسنان ذهب. صح. اسنان كروم. يعني بيجوك على العياده مثلا يعني تشوف انه معقول رباعيه ناب. نعم. سنيه انه ينحط لها سن ذهب او سن كروم، يعني انه كانت وقتها موضه طبعا. يعني تماما. هلا مستحيل. يعني بيجيك المريض هو جاي عم يعني حافظ شو نوع الحشوه اللي بده اياها. حافظ شو نوع الزرعه اللي بده اياها. شو نوع، يعني بيفوت المريض اللي عندك بيقول لك دكتور انا بدي حشوه ضوئيه سويسري. هذا المريض من وين عرفان هاي الشغله؟ يعني هو عرفان سألان. عم يجي لعندك دكتور انا بدي ايماكس، بدي زيركون. حلو. بدي مثلا سيراميك. حلو. بالعياده مستحيل تشوف بالوقت الحالي اي عياده يجيك مريض يقول لك بدي سن ذهب.
استحالة هي. تغيرت نعم المقاييس لنا. نعم فنحن السن أو الزرعة تعتبر ناجحة لما تحقق للمريض الناحية التجميلية والناحية الوظيفية. نعم على صور الأشعة، أنت كل سنة بتصور صورة أشعة كان مستوى العظم حول الزرعة ثابت أو فقدان العظم كان بنسبة كتير متدنية، تعتبر زرعة ناجحة. نعم تمام. تمام. دكتور، الأخ أو حدا من المستمعين أو المشاهدين بعد سؤال: تحياتي دكتور، سؤال شو هو القلب والوتد وشو هو استطباباته ومضادات استطباباته؟ بظن السؤال موجه من شخص يعمل بالسك الصحي يعني. ايه، نعم. هلا القلب والوتد، هلا انت جاك مريض فرضا، هذا المريض عنده جزر للسن. نعم تمام. هذا الجزر قابل للترميم، يعني قناة العصب فيه محشية بشكل نظامي كعلاج عصب، ما في أي آفات زلوية. الجزر هاد قوي، في قوة، في متانة. أنت بدل ما تقلع الجزر هاد تحط زرعة أو تحط جسر، ممكن أنت تستفيد من هذا الجزر إنه أنت تحفر محل العصب بالجزر نعم وتاخد قياس عليه. مهم. القلب والوتد هو قطعة مخبرية بتتصنع، بتجي بشي شبيه كأنه زرعة عم تتحط جوات سن، نعم يعني بتجي مثل قطعة معدنية. نحن عم نقول للمرضى انه نعم برغي جوات السن. نعم هذا بيعطي قوة ومتانة. بتجي قطعة بتفوت جوات الجزر، نعم وقطعة خارجية بشكل مشابه لشكل تاج السن المحضر، يعني تمام. المصغر. تمام. جاهز. بحيث تركب عليه تلبيسة. تلبيسي. طبعا في كتير اشكال، يعني في عندك وتد ريشموند، في عندك اوتاد فايبر هلا نعم. حاليا، في عندك اوتاد معدنيه، أنواع في كثيرة. عندك اوتاد جاهزه انت عندك بالعياده بتحطها ممكن. وبتثبتها بمواد الصح. يعني هي بالنسبه للسؤال انه شو هو القلب والوتد. هلا كل سن بنحط له قلب ووتد؟ لا. هلا نفترض انه الجذر عندنا طوله 4 أو 5 ملي، مهم. وين بدك تحط الوتد عليه؟ ما بيتركب. اذا انحط بعد يومين رح يقع. صح. فانت لازم يكون عندك طول جذر مناسب، مهم. والجذر هذا يمسك قوي قوي القاعدة. بيتحمل. يعني نحن سابقا القاعدة العلمية مهم. انه النسبة الادنى انه لازم يكون عندنا طول التاج وطول الجذر 1:1. مهم. النسبة الادنى متعادل. ايه لازم يكون متعادل. يعني هو يفضل انه الجذر يكون اطول من التاج تمام. ليتحمل الضغط اكثر. طبعا بالزرعة هاي القاعدة التغت حاليا بزراعة الأسنان، أنه موضوع الحزنات، بس نحن عم نحكي على مستوى الأسنان الطبيعي. فأنت لما بدك تجي تحط الوتد جوات الجذر لازم ياخد تلتين من طول الجذر. فإذا كان طول الجذر 3 ملي وأخذت مليين بس، شو رح يتحمل الجذر هذا؟ مهم. لازم يكون عندك طول جذر مناسب. هاي تمام. بالنسبة هاي حلو كتير. الأخ اللي من شوي كنيته هي يوسف، ما بعرف إذا اسمه نيجار أو عم يسأل الموضوع التكلفة. ما بعرف، نحن في أمور معينة قد يقدر الدكتور يجاوب في أمور معينة، مثلا ذكر الماركات، ذكر أشخاص أو أسعار معينة أو أرقام. ما بعرف إذا عنده مجال يجاوب على سؤالك أو هلا ما في مشكلة مع يعني هلا حابب صراحة تجاوب. أستاذ عماد، شوف موضوع الأسعار هو موضوع نحن ما بدنا ندخل بصدامات مع حدا، تماما. لأنه في شركات مثلا وطنية، في نعم. شركات تركية، في شركات أوروبية، في شركات كورية، في ألماني، صح. في سويسري. فالزرعة الوطنية مستحيل تكون مشابهة للزرعة الكورية. صح. أكيد في فروقات نعم. بالمستويات، مستوى تصنيع الزرعة، وأكيد في فروقات بمستوى جودة المادة. المواد يعني المصنعة. هي شغلة. تاني شيء أنا دائما عم بحكيها، يعني مم. إنه أنا موضوع لما بتحط أنت السعر للعمل، ما بينحط مو بس على أساس جودة المادة. مم. أنت طبيب عندك مهارة يد، أنت فيك تشتغل عملية زرع خلال ربع ساعة، ممكن تمام. طبيب تاني يشتغل هاي العملية بساعة ونص. ممكن. تمام. أنا هلا في حالات مثلا أنا عم بشتغل بدون شق جراحي، حالات بالعيادة ويمكن على صفحتي الشخصية أكيد. موجودة، يعني نعم. حالات عم نشتغل بدون شق جراحي. لما تكون العملية بدون شق جراحي بتطلب دقة ومهارة، أكثر. الألم بيكون أقل، النزف ما في، نتائج سرعة أفضل. العمل أسرع،
انت ما بتكشف العظم، ما عندك امتصاصات عظميه، ما عندك ازيله للطبقات العظميه وطبقات لثه، ما في تراجع. يعني طبعا رح يكون السعر بهي العمليه مختلف عن عمليه تانية، حاله صعبه بدك تحط طعوم عظميه، سعر الطعم العظمي غالي، الاغشيه غالي. يعني نحن الموضوع المادي ما بدنا نحكي فيه نهائي. يعني ممكن شخص حابب يستفسر يبعث لي اياها بشكل خاص عن نعم خاص، ممكن. ما عندي مشكله. انا يعني انا دائما عم بقول استاذ عماد، نحن ما عندنا شيء مخفي، يعني هلا كله مكشوف. نعم انت على الانترنت فيك تفوت على اي موقع، بتاخذ سعر الزرعه، صح. بتاخذ نوعيه الماده، شو ما بدك بتاخذها. كمان هذا الطبيب عم يشتغل، كمان هذا يعتبر يعني طبيب غير بالعياده وين بده يشتغل، طبعا. فاكيد لازم يكون عنده نسبه مربح معينه. تمام. نعم. يعني بدك تحسب حساب انه هي الحاله ممكن تنكس معك. انكست معك، نحن عنا بيعرف العمل بالعياده، صار في عنا خلل باي عمليه او اي حاله، او اي مثلا ركبنا قطعه تاج للمريض وانكسرت بعد 3 اشهر او 4 اشهر، نحن ما بنكلف المريض بهذا الموضوع. يعني نحن ممكن نعيدها على حسابنا الشخصي، تماما. ليس خوفا من المريض او خوفا من الاجراءات يعني. تندرج تحت ولكن الموضوع هو موضوع احترام يعني. احترام موضوع يعني اخلاقيات المهنه يعني. وطبيب الاسنان بالمنطقة عنا هو صديق للمريض على فكرة. تماما. يعني انت شوف وين ما زرت اطباء الاسنان بتشوف علاقاتهم مع مرضاهم هي علاقات صداقات يعني. نعم. يعني ما أنا مثل الطب البشري او الامور، يعني في تختلف شويه نوعا في ما. شويه نعم. فروقات. صح. نحن كاطباء اسنان نحن علاقاتنا علاقات اجتماعيه مع المرضى، وما بظن في طبيب بيتمنى انه يفشل معه الشغل مع مريضه. طبعا كل الاطباء مؤكد شيء. بيتمنوا انه يكون شغلهم بالجوده الاعلى، نعم. ولكن كل حاله لها متطلباتها، وكل اكيد. طبيب حسب جوده العمل وحسب بيستقبل 20 مريض باليوم او ممكن. بيستقبل 6 مرضى باليوم، صح. فاكيد السعر رح يكون مختلف تماما. اكيد. الاخ نعمان برازي اكيد رح نجاوب على سؤالك اخي، ولكن في نحن هيك محضرين محاور كتير مشان ما يداهمنا الوقت، لانه محاورنا جدا مهمة حابين نتطرق له ويعني نشرحها أكثر للمستمعين. دكتور هلا ضمن خلال حديثك من شوي حكيت عن موضوع بعض الزراعات يعني وما هي طرق الزرع، يعني حكيت تمام. عنها، ولكن نحن حابين نعطي حقه لهالمحور هذا إذا ضل شيء تعقب عليه أو توضحه أكثر يعني. استاذ عماد، هلا بالنسبه للزرع، هلا في شيء اسمه زرع فوري. نعم. هذا الزرع الفوري نحن هلا قدرنا انه نشتغل فيه بعد ما اجانا جهاز السي بي سي تي. حلو. الزرع الفوري يعني بالعياده لما عم نشتغله اغلب الحالات عم نشتغله بدون شق جراحي. السن طبعا المريض جاي سنه مقلوع، مهم. بنزرع بدون شق جراحي، يعني بنحط البرغي بالعظم وبنركب السن خلال 5 ايام، تماما. تنتهي الحاله خلال 5 ايام. 5 أيام. هذا اسمه زرع فوري مع تعويض فوري. تعويض فوري. في شيء اسمه زرع فوري ولكن بدون تعويض فوري. مهم. جاي المريض عنده سن جزر، بقايا جزر بالفك، نعم. نقلع الجزر وبنزرع بنفس الجلسة، ولكن ما بنحط التعويض. التعويض بيكون بعد شهرين. هي هون شو بستفدنا؟ انه استفدنا من الوقت، انه نحن ما في داعي نستنى شهرين ليطيب محل القلع بعدين بنزرع. مهم. طبعا هي كل وحدة لها زرعاتها الخاصة. تماما. في شيء اسمه انه زرع متأخر، تقلع تستنى شهرين او 3 او 4 او 6 او 9 حسب الحالة، بعدين بتزرع. هي امتى بتكون؟ مثلا انت قلعت وكان في خراجات كبيرة وفي اكياس بالفك، فانت بتضطر تجرف الخراجات، تجرف الكيس، تحط طعوم وقت أكثر عظمية، يعني. بتريح العظم للمريض، بتستنى لحتى يصير شفاء كامل. الشفاء هذا ممكن يكون شهرين، ممكن يكون 6 اشهر، ممكن يكون 9 اشهر. صح. في حالة مثلا اضطريت تسوي رفع جيب فكي، حطيت طعم عظمي بدك تستنى جديد، بدك تزرع بعدين بدك تستنى كم شهر بعدين بتعوض. تمام. فيعني هي بشكل عام اغلب حالات الزرع اللي عم حالات تنشغل الزرع. عنا او طرق الزرع الموجوده عنا بالمحافظه يعني. تماما. دكتور المحور الثاني انه نوع السن اللي عم يتم زرعه يا ترى له انواع، وانه كمان سؤال ثاني كمان رح نمزجهم مع بعض مشان الوقت كمان، انه يا ترى ممكن انه السن المزروع يلتهب؟ تمام. هلا النوع السن اللي بتركب على الزرعه، هلا في عنا كذا طريقه لتركيب الاسنان. في الطريقه التقليديه انه انت حطيت برغي بالعظم بتركب عليه وصله، بعدين بتاخد قياس لهي الوصلة وبتسويها مثل أي تلبيسة عادية، كأنه تلبيسة مركبة على سن طبيعي. يعني أنت بتثبت هي التلبيسة على الوصلة بمادة ألصاق. تمام. هي الطريقة التقليدية. هلا الطريقة الثانية إنه ممكن أنت
تركبها التاج تركبه على السن عن طريق برغي. يعني ما في عندنا شيء اسمه مادة الصاق بهالحالة. تماما. انه انت التاج بيجي مثقوب، التلبيسة بتجي مثقوبة من جوا، وعن طريق هي الفتحة انت بتشد التلبيسة على الزرعة، تماما. بعدين بتسكر هاي الفتحة الصغيرة بحشوة ضوئية. حشوة ضوئية. هاي الأحدث طبعا. أها. هاي الأحدث، ولكن الوصلات تبعها بتجي شوي أغلى، يعني هاي فيها تكاليف إضافية، والعمل المخبري فيه عمل إضافي، فالمخبر صح. بياخد أغلى. تمام. والوصلات الشركة بتعطيك وصلات خاصة. يعني هلا في شيء الستاندر، زرعة بتجي معها وصلة ستاندر، تماما. هاي الوصلة بحالات البراغي لا تستخدم، تماما. فأنت بدك تشتري وصلة إضافية بهالحالة. هلا في شيء اسمه مالتي يونت اباتمنت، هي وصلات خاصة للحالات المعقدة. يعني اجاك مريض عنده بروز بالفك، عنده تراجع بالفك، عنده سماكات العظمية غير متوازنة، فبتجيك زرعة بارزة، زرعة لجوا عندك، خاصة بمنطقة الأمامية من الفك العلوي، بدك تزرع الثنية، السن الأمامي، العظم الدهليزي الخارجي يعني بيجي رقيق. فأنت بدك تحط الزرعة بمحل القلع أو بالعظم هذا، ممكن زرعة تكون بارزة شوي، فأنت لما بتركب السن دخلت بمصيبة تجميلية. صح. شلون بدك تحلها؟ بتنحل عن طريق الوصلات اللي نحن بنسميها مالتي يونت اباتمنت. نحن حكينا عن الموضوع المادي، يعني هاي الوصلات لما انت بدك تيجي تشتريها، يعني الوصلة حقها $100 صراحة ببعض الشركات، في بعض الشركات اغلى. عمليا انت يعني هي تكلفة اضافية. تكلفة زائدة تمام. إضافية. نوعية الاسنان اللي بتتركب على الزرعة كمان لها دور. يعني في عنا نحن عنا تلبيسات خزف. طبعا خزف فيك بقى كذا نوع، ما راح نحكي أيضا. بالشركات، يعني الماني، صيني، روسي. بتجي على التلبيسات، هي ايماكس، هي زيركون، زيركون الماني، زيركون امريكي، كوري، صيني. بدك تحدد شو نوع الزيركون اللي بدك تحطه. يعني بيجي مالتي لاير. يعني عندنا كتير انواع للزيركون، شو شركة الزيركون اللي عم تتعامل معها، يعني صح. شو نوع البلوكي، كلها هي بتحدد التكلفة. يعني انت ممكن تشتغل عن طبيب بتكلفة، وعن طبيب تاني بتكلفة ضرب 3. ممكن. مو انه والله هذا الطبيب عم ياخذ منك زيادة، لا، بس شو مشتغل لك الطبيب التاني. صح، حسب الحالة. ايه تماما. أكيد. دكتور، رح نختم لقائنا لأنه حقيقة الوقت داهمنا، أنه يا ترى كيف بيتم علاج الالتهاب حول يعني الزرعة؟ تمام. هلا الزرعة مثل السن الطبيعي ممكن يصير فيها التهاب، وحكينا بأول لقاء انه موضوع اللويحة الجرثومية، يعني الإهمال الفموي هو السبب الرئيسي. السبب الرئيسي. الحل نفس علاج السن الطبيعي، مع اختلاف بس بنوعية الأدوات. الأدوات نحن بالحالات السن الطبيعي نحن بنستخدم أدوات معدنية، تمام، بالتجريف والسكيلر، كلها بتستخدم. السكيلر هو جهاز تنظيف يعني. كلها أدوات معدنية، الرؤوس معدنية. بالحالة الزرعة الرؤوس بتكون بلاستيكية، تمام. يعني هو مشان ما يصير جرح سطح الزرعة. إضافة أنه ممكن تتعالج عن طريق الليزر، تمام. وفي علاجات حسب المرحلة. يعني ممكن تكون بالمرحلة الأولى ممكن تتعالج دوائيا، ممكن تتعالج عن طريق التقليح والتجريف العادي، ممكن تتعالج عن طريق الطعوم والشرائح. صار في امتصاص عظم حول الزرعة، ممكن أنت تعوض الامتصاص هذا عن طريق وضع طعوم عظمية وشرائح. يعني حسب المرحلة، ولكن بشكل عام العمل مثل أي سن طبيعي بيتعالج. تماما. دكتور، بنهاية لقائنا شو بتوجه نصيحة للمستمعين، واللي سواء كانوا الأصحاء ولا اللي عندهم تجربة زراعة أسنان؟ هلا أنا دائما بحكيها إنه موضوع الوقاية كتير مهم. يعني أنت لما بتجي بتراجع طبيبك بمرحلة متأخرة، دائما بتكون النتائج مو مثل لما تجي بمرحلة مبكرة. يعني أنا لما بيجيني مريض بمرحلة التهاب لسه مرحلة أولى بنبسط صراحة، لأنه نتيجة العلاج تبسط، تعطي نتيجة سريعة على المريض، بتقضي على الالتهاب بمرحلة وبطرق علاجية سهلة. بس لما يجيني أنا مريض بمرحلة حركة أسنان وبدك تحط طعوم عظمية وشرائح وأغشية، النتيجة ما بتكون 100%. ما حدا فينه يضمن 100%، لأنه عمل جراحي في شيء له علاقة قلنا بنوعية المواد والطبيب، وفي شيء له علاقة بجسم المريض. يعني ممكن جسم المريض ما يتقبل العلاج بشكل كامل. فدائما موضوع الوقاية كتير مهم جدا جدا. انه اخي عالج بالمرحلة الاولى
رح تستفيد من جميع النواحي، صح. النواحي الصحية والنواحي صحيح. المادية. والمادية. بنهاية اللقاء هذا شكرا لكم دكتور جوان حسن، تم اختصاصي بأمراض اللثة وجراحتها وزراعة الأسنان، على هالمعلومات القيمة والحضور الجميل لكم. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا للي سمعونا وللي تابعونا، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.